مرة واحدة ما تكفيش. ملاهي مدينة البط اللي اتجددت عجبت ميكي واصحابه. وي، انا دايخة قوي وحاسة ان الدنيا بتلف بيا، بس انا مش قادرة ابطل. انا عمالة ابص على الاضواء المجنونة دي كل شوية ومش قادرة ابطل خالص. يا لهوي، انا شكلي كده صرفت كل فلوسي عشان اشتري تذكرة كمان. بندق يا صاحبي، ممكن تسلفني شوية فلوس عشان خاطر اركب القطر السريع؟ مش عارف يا ميكي، هو انا المفروض اعمل كده فعلا ولا هكون بأذيك؟ دي رابع مرة تيجي فيها هنا وتصرف كل فلوسك ومش بتحسوا بملل خالص من الألعاب دي، كأني في حد نومكم مغناطيسيا عشان يعجبكم الموضوع كده اكتر من اللازم. لا، ده شيء عادي على فكرة. كل مدن الملاهي كده بتخلي الناس تجيلها اكتر من مرة. انا شايف ان المكان ده حلو قوي ومبسوط هنا بصراحة. هو عاجبني بس انا مش متعلق بيه للدرجات دي، يعني مش زي ما انت مفكر. مرة كمان؟ ده شكل القطر ده ممتع، مش باين عليه خالص. ميمي كمان بتحب الملاهي على فكرة، وبتتبسط قوي لما تستمتع وتلعب هنا. ده كل الموضوع، انت بس مكبر الموضوع شوية. على فكرة يا بندق، اللي ما تعرفهوش ان انا مستحيل اتعلق بحاجة مش مفيدة ابدا. التالتة تابتة مش كده يا صاحبي؟ ها؟ المرة التالتة؟ دي هتكون لفتك للمرة التالتة في القطر ده. ممكن يكون حد نومكم مغناطيسيا. مش عارف يا بندق، بس ده مش حاسه حاجة منطقية يعني. ممكن بس الملاهي من كتر حلاوتها وان هي جميلة وفيها ألعاب كتير دي بتخلي الناس عايزة تيجي تجربها اكتر من مرة. بس بقولك ايه يا حبيبتي، المرة الرابعة دي اللي دخلنا فيها نفق الرعب كانت احلى واحدة فيهم. ما تيجي نجرب مرة 5 كمان؟ ايه ده؟ زي ما انا بعمل بالظبط في القطر السريع اللي بركبه. بيجربوه مرة وبعد كده بيفضلوا يركبوه كذا مرة ورا بعض من غير ما يحسوا لحد ما فلوسهم تخلص. قعدوني معاك وانا لازم اعرف السر. حلوة قوي، عايزة اجرب مرة كمان. مش قادرة اقاوم خالص اللعبة دي. ايوه، وانا كمان مش قادرة ابطل، بس على الاقل يعني دلوقتي قادرة اتحكم في نفسي. اكيد في حاجة غامضة في المكان ده بتأثر على العقل وتخليك تجرب اللعبة مرة كمان وانت مش حاسس. انا حاسس ان اللعبة دي اللي هناك دي فيها نفس الاشارة او الحاجة الغامضة دي اللي بتسيطر علينا كلنا. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ استنى بس يا اخي، اديني ثانية واحدة بس هشوف اللعبة دي فيها ايه. انت عمال تجرب من ساعتها يا حبيبي، خلاص الفحص خلص. بقولك يا تقطع تذكرة يا سيب البندقية وتمشي. مش قادر اعرف الحاجة الغامضة اللي بتأثر على الناس في الألعاب دي، بس انا لازم اكتشفها. انا لازم اركز كويس واخد حذري. شوف يا ميكي، شوف البصلة الحلوة دي طعمها يجنن. ايه ده؟ ممكن يكون السر في الاكل. لا، بس حاسس ان ده غباء. ما انت بتاكل من الصبح يا بندق وما حصلكش اي حاجة. انا متأكد يا ميكي، اكيد هنا في تمويم مغناطيسي. انا هحاول يا بندق ان انا اكتشف الحاجة اللي بتأثر على الناس كده، بس انا لازم اخد بالي واقاوم كل الالعاب عشان ما يحصليش زيهم. يا ترى ايه هي الحاجة اللي بتأثر على الناس؟ تفتكروا الجوائز؟ الالعاب دي؟ لا ما اعتقدش، اصل شكلها واضح قوي يعني، اكيد مش غبي للدرجة دي. ممكن يكون
اللي عايز يعمل حنة وتاتو يجي عند لوليتا. لوليتا للتاتو والحنة. ممكن يكون التاتو اللي الناس بترسمه هناك ده هو ده اللي بيؤثر على الناس. لا مش منطقي، ما اعتقدش.